عمرك سألت نفسك قبل كده ليه ماما وهي بتذاكر لنا بتقول ذاكر يا بطل؟ هل هي عايزة تتعبنا وخلاص ولا ماما مخبية عننا قوة خارقة بس ما بتظهرش غير وقت المذاكرة؟ في الحكاية دي هتعرف ايه اللي بيحصل لعقلك لما بتسمع كلام القائدة ماما. يلا بينا نعرف الحكاية. كان يا مكان كان في ولد ذكي ومحبوب اسمه بدر. بدر كان دايما بيسأل نفسه، ليه يا ماما لازم اقعد اذاكر واكتب الواجب؟ ليه ما نلعبش طول اليوم؟ ماما ابتسمت وقالت له، تعالى يا بدر، هحكي لك سر كبير. المذاكرة دي عاملة زي مكعبات الليجو اللي بتبني بيها بيت كبير جدا. ماما جابت كراسة بدر وقالت له، تخيل انك عاوز تبني برج عظيم يوصل للسحاب. كل معلومة بتتعلمها في المذاكرة هي مكعبة قوية بتحطها في الأساس. لو ذاكرت الحساب هتعرف تعد مكعباتك صح عشان البرج ما يقعش، ولو ذاكرت اللغة العربية هتعرف توصف جمال البرج ده كله للناس. لو ذاكرت العلوم هتعرف ازاي تخلي البرج ده ينور في الضلمة. بدر بص لماما وقال لها، يعني لو ما ذاكرتش يا ماما البرج بتاعي هيفضل ناقص؟ ردت ماما وقالت له، بالظبط، ولو الأساس ضعيف أي رياح بسيطة ممكن توقعه. المذاكرة بتبني عقلك عشان يكون أقوى سلاح عندك لما تكبر. وماما كملت كلامها وقالت له، وعشان تبني البرج ده صح لازم يكون في مهندس كبير بيوجهك. أنا هنا دوري أساعدك ترتب المكعبات صح. لما أقولك ركز في الحتة دي ده لأني شايفة إنها حجر أساس مهم جدا لمستقبلك. بدر فهم إن كلام ماما مش أوامر، ده إرشاد من مهندس خبير عشان يطلع هو أشطر واحد. مسك القلم بحماس وبدأ يذاكر بتركيز عالي جدا. أول لما خلص ماما قالت له، عارف يا بدر، النهاردة عقلك كبر سنتيمتر وبقى أقوى، والبرج بتاع أحلامك بقى ليه أساس متين. بدر حس إنه بطل حقيقي وفهم إن المذاكرة هي اللي هتخليه بكرة مهندس أو دكتور أو طيار ناجح، لأن العلم نور والجهل ضلمة. وكده خلصت حكاية النهاردة، بس حكايات ليلو لسه ما خلصتش. عشان تكون بطل معانا في حكايات ليلو اعمل لايك ومتابعة واستنوني في حدوتة جديدة.